اقصر، فجينا نحط الكنكه او الحاجه على البوتاجاز بقت بتقع بالجنب. تاكدي ان هي دي المقاسات بتاعه البوتاجاز، وكمان تتاكدي ان الصوابع دي كلها مسافتها متساويه. انت اللي تجربي كل العيون، واهم حاجه تجربي الفرن والشوايه وتستني عليهم 3 دقايق. خليكي ناصحه وقروبه عشان خاطر ما يضحكش عليكي. اول حاجه وانت بتشتري بوتاجازك لازم تتاكدي ان الاكسسوارات كامله من بره ومن جوه. لما تروحي تشتري البوتاجاز بتاعك تصوري اسم الموديل وتصوريه وهو معروض في المعرض من جوه ومن بره، عشان احيانا بيجيلك موديل شبيه ليه جدا ولكن مختلف في السعر او مختلف في بعض الامكانيات، فيبقى نصور اسم الموديل عشان ممكن يبقى نفس الاسم بس اخره مثلا اكس، اخره واي. الاكسسوارات الفتره دي كتير جدا بتيجي ناقص. العيون بتاعه البوتاجاز بتبقى موجوده في كيس او في كرتونه جوه الفرن، تطلعيها وتتاكدي ان هي دي المقاسات بتاعه البوتاجاز، والقطعه المدوره دي تبقى بتاعتها. يعني لما تركبيها كده تلاقيها بتاعتها، لان احيانا بيجيلك الدوريات دي في منهم واحده اصغر او اكبر، فبتبقى حوار عشان ترجعيها تاني، وممكن ما يرضوش يقولولك روحي اشتري قطعه. وكمان تتاكدي ان العيون دي هي المقاسات اللي عندك، مش في عين اكبر او اصغر. لازم تجربيهم وتشوفي، لان هو بيسلمك الاكسسوارات في كرتونه، وكمان الاكسسوارات ما عليهاش اي ضمان. لو حاجه مكسوره او مشروخه او مقاسها مش مظبوط، شركات كتير ما بترضاش تغيرها عن تجربه. وانتي بتستلمي بوتاجازك لو في ازاز لازم تتاكدي ان الازاز سليم بعد ما طلعلك، وتاكدي في الجوانب كلها ان مفيش حاجه اتنت منهم كده او كده وهم بيطلعوها. كمان تتاكدي ان القواعد او القواعد بتاعه البوتاجاز او الرجول بتاعته موجوده، وتتاكدي ان صاج الفرن الاضافي موجود، وصاج الشوايه والصاج التاني اللي هو المخطط. ولو جاي معاها شوايه تتاكدي ان القطع العصيان بتاعه الشوايه دي اللي بتعلق فيها الفراخ موجوده. بعد ما فرستي كل ده وتاكدتي ان هو الموديل وهي العيون ومقاساتها مظبوطه، نيجي على الحوامل. والحوامل دي قصه وحوار. بصوا، حصل معايا انا شخصيا حوار فظيع. شايفين ده كده الحامل بتاع البوتاجاز؟ شايفين الصوابع اللي رايحه على العين الصغيره؟ الصوابع دي بيبقى فوقيها حامل كده مدور، ده تتاكدي ان هو يكون موجود. وكمان تتاكدي ان الصوابع دي كلها مسافتها متساويه. حصل معايا ان جه صباع من ده قصير مش بنفس طول دول، في صباع طلع اقصر، فجينا نحط الكنكه او الحاجه على البوتاجاز بقت بتقع بالجنب، وجينا نحط الستاند برده هي مش واصله للستاند. والشركه بقى قالت لنا ايه؟ قالت لنا ماليش دعوه بقطع الغيار، بالنسبه لهم ان دي اكسسوارات. طب يا جماعه هي خارجه من عندكم اصلا كده؟ قالوا لنا ملناش دعوه، تروحي تشتريها وسعره معدي ال1000 جنيه. فتتاكدي وانت بتشتري البوتاجاز ان كل عين الخطوط دي كلها واصله لنفس المكان، ما يكونش في واحد منهم اقصر من التاني. حاجه مهمه جدا، لازم تشغلي البوتاجاز وتتاكدي ان العيون كلها شغاله، وانت اللي تجربيها بايدك مش الشخص اللي بيسلمك البوتاجاز. لاني برضو حصل معايا ان بعد ما استلمت البوتاجاز اكتشفت ان الشوايه فيها مشكله. الشوايه بيبقى فيها شعله قدام وشعله من ورا، الشعله اللي ورا دي لقيتها مش شغاله نهائي، وبالتالي بعد ما بتشغلي الفرن بشويه بتلاقي الشوايه كلها لنظام الامان بتروح فاصله. فتتاكدي انت اللي تشغلي الحاجه بايدك، وتتاكدي ان نظام الامان شغال، لان نظام الامان ده من كتر ما هو سيفتي للاسف العيون بتطفي بعد ما بتشغليها بشويه. فلازم تتاكدي ان العيون مش بتطفي، انت اللي تجربي كل العيون. واهم حاجه تجربي الفرن والشوايه وتستني عليهم 3 دقايق وتشوفي هيطفي ولا مش هيطفي، عشان احيانا بيكون في مشكله والشركات ما بقتش عايزه تديكي اكسسوارات او اي قطع غيار اضافيه بدل اللي هي اساسا بايظه من عندهم. وخليكي ناصحه وقروبه وانت بتشتري بوتاجاز. ما تنسيش تعملي لايك وسبسكرايب وشير كتير جدا، ولو عجبتك السلسله هنزل لك بقيه حاجات هتنفعك جدا جدا. ما تنسوش تكتبوا لي في الكومنتات عايزين تشوفوا بقيه الحاجات ولا لا. يلا باي.